بتقول لي ايه؟ هم جيراننا والبلكونه بتاعتهم الاول بلكونه وباستمرار قاعدين فيها، مفيش مشكله، كل واحد حر. عينيهم على الداخل والخارج من البيت، اي حد في ايده شنطه تبقى عينيهم عليها بشكل رهيب. الشنطه كبيره، الشنطه صغيره، دي شنطه سودا، دي شنطه سوبر ماركت. تقول لي تبقى عينيهم بشكل رهيب ويبداوا ان هم يتوشوشوا ويتكلموا، لدرجه ان انا بدات ادور على شقه تانية علشان خاطر الجيران مركزين معانا جدا. بتقولي لاحظتها اكتر من مره ان الحاجات اللي بيبقى عينيهم فيها والله يا ناكل ونعيه، اول ما يطلع الزوج نبدا نتخانق ويحصل بينا مشاكل. ليه يا حبايب؟ ليه؟ لو مضطره يعني وبالنسبه لك البلكونه متنفس، غضي البصر. البلكونه طريق زيها زي الطريق العام ولها حق عليكي. غضي البصر عن حاجات الجيران وعن ادواتهم، طالعين بايه واشتروا ايه وما جابوش ايه. غضي البصر عن ده. انا هستفيد ايه؟ ما خليني في نفسي. هي اشترت ما اشترتش، جابت في بيتها، انا مالي؟ هي بتجيب من فلوسي؟ ربنا يرزق الجميع من فضله، وربنا عنده كتير، ربنا عنده كتير. ندعي لهم بالخير والزياده، عشان اللي بتتمنيه لغيرك ربنا يديهولك. اول ما تلاقي حاجه حلوه عند حد، ولا حد بيجيب حاجات كتير او بيشتري حاجات كتير، قولي ربنا يبارك له في حاجته عشان ربنا يديني زيها. الملك يرد عليك يقول لك ولك بالمثل، امين ولك بالمثل. فربنا يرزقك ويرزقها ويبارك لها في حاجتها ويديني زيها، وربنا عنده كتير.